تعرف ان في شركات بتبيع المنتجات بتاعتها بخسارة ومع ذلك بتكسب ملايين؟ ازاي ده يحصل؟ في استراتيجية اسمها لوس ليدر استراتيجي. الفكرة ببساطة ان الشركة ممكن تخسر في اول منتج تبيعه ليك، بس هتكسب بعد كده من العلاقة الطويلة معاه. يعني ايه؟ يعني المنتج الاول مش هو المنتج الحقيقي، المنتج الاول هو باب يدخل لك من خلاله، وبعد كده هيبدأ الربح من حاجات تانية زي الاشتراكات، الخدمات، الاضافات، قطع الغيار والتجديدات. خلينا ناخد مثال واضح. البرينتر، في برينترز كتير سعرها مش عالي قوي، بس لما بتيجي تشتري الحبر بتلاقيه غالي جدا. طب ليه؟ لان الشركة بتبقى عارفة ان انت اول ما بتشتري البرينتر هتفضل تشتري منها حبر لفترة طويلة، فالشركة ساعتها مش بتبيع لك منتج مرة واحدة، هي بتبني معاك علاقة طويلة. الفكرة هنا ان الربح مش لازم يجي من اول صفقة، الربح الحقيقي بيجي من العميل على المدى الطويل. وده الفرق بين شركة بتفكر في البيع النهاردة وشركة بتفكر في قيمة العميل على المدى الطويل.